بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل كفتة الحاتي بطريقة مبسطة جدا. عندي لحمة مفرومة فيها نسبة من الدهن، وهجيب فلفل حامي وفلفل بارد وبصلة كبيرة كده، وكمان فصين 2 من الثوم، وافرمهم فرم ناعم جدا. انا عايزاهم زي العصير، مش عايزة فيها قطع علشان الكفتة بتاعتي ما تفكش على السيخ. هبتدي افرمهم زي ما احنا شايفين كده لحد ما يبقوا ناعمين جدا، وهنشوف مع بعض القوام بتاعهم عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الفلفل والبصل. هبتدي انزل بيهم، مش هصفيهم ولا حاجة، هنزل بيهم على الكفتة، لان مية البصل بتدي تست حلو جدا للكفتة وبتدي لها طعم. طب هنتخلص من مية البصل ازاي، وازاي الكفتة بتاعتي ما تفكش على السيخ؟ هنشوف مع بعض. هنضيف معلقتين 2 من بودر فول الصويا. انا جايباه كده بودر مطحون، لو جايباه مش مطحون ممكن تطحنيه في الكبة. وحطيت بقى ملح وفلفل وبهارات الكفتة، وكمان رشة خفيفة كده من جوز الطيب، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، بيخلي الكفتة بتاعتي هشة ومش مكتومة ومفتحة كده من قلبها. هبتدي اعجن كل المكونات. لو حسيت ان هي مش متماسكة ممكن اضيف كمان معلقة من بودرة الفول الصويا. ولو حسيت ان هي تمام خلاص، تفضلي تعجني فيها شوية. ممكن تستغني عن فكرة العجن بالايد، ان انتي تضربيها كمان ضربة في الكبة زي ما انا عملت كده. وبجيب بقى معلقة من الزيت علشان اصبع بيها، وهضيف عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود وربع معلقة كده من الصلصة، بتدي لها لون حلو جدا. وابتدي بقى اجيب الكفتة بتاعتي. انا هشويها النهاردة على الجريل، هتبقى جوسي كده وحلوة ومش ناشفة. مش هستخدم الفرن خالص، اسرع طريقة للشوي دي، وكمان بتخلي الكفتة تحفة جدا. ابتدي اجيب المسن بتاعي او اي حاجة عندك، قلم او اي حاجة بتصبعي عليها، وابتديت كده ابل صوابعي من الزيت سنة الصلصة اللي انا حطيتها والفلفل، وابتدي اصبع الكفتة على السيخ كده زي ما احنا شايفين. اخلص الكمية بقى زي ما احنا شايفين كده، واشكلها بصوابعي واعمل لها تأثيرات كده بالاصابع علشان تبقى شكلها مميز. وزي ما احنا شايفين كفتة الحاتي طبعا احنا كلنا بنحبها، وليها طرق كتيرة جدا. دي من اطعم الطرق بتاعها، ولذيذة وحلوة وسهلة وما بتاخدش وقت خالص. وبتعمليها وانتي واقفة، بتبقى اطعم من كفتة الحاتي اللي بتجيبيها من بره وبتكلفك كتير جدا. ما شاء الله اللهم بارك. وكمان طريقة التسوية دي سهلة وما بتاخدش وقت خالص. 5 دقايق بتكوني سويتي الكفتة بتاعتك، وبتبقي متأكدة من نضجها جدا. مش محتاجة فرن بقى تولعي، وكمان تاخد وقت في الفرن وتنشف منك. دي بتستوي وفي نفس الوقت بتبقى جوسي وحلوة جدا. خلصنا الكمية زي ما احنا شايفين كده، اللهم بارك. بمنتهى السرعة، تصبيعها سهل جدا، ما بتقعش من على السيخ. بالرغم ان احنا ما صفيناش البصل والفلفل، وطالعه متماسكه زي ما احنا شايفين مع بعض. انا عملتها معاكم بالكامل، ما رضيتش اقص الفيديو علشان نشوف مع بعض ان هي ثابته على السيخ وما بتقعش ولا حاجه. دهنت بس الجريل فرشة زيت كده قبل ما احطها، وخلصت الكمية زي ما احنا شايفين. وهبتدي بقى اروح ارفعها على النار. زي ما احنا شايفين الكفتة شكلها متماسك وزي الفل كده زي ما احنا شايفين. ظبطت بس حروفها كده ورفعتها على النار. اول ما بتاخد لون بقلبها على الوش التاني، وبفضل اقلب فيها بقى لحد ما تاخد لون من كل الاماكن. وبتطلع معايا لونها تحفة جدا وشهية، وفي نفس الوقت طرية وجوسي، مش ناشفة خالص. ما تقلقيش من تسويتها. احلى كفتة عملناها النهاردة بمنتهى السرعة والنظافة. لو حاسة ان انتي عايزة تديلها لون وطعم كمان زيادة، ممكن تاخدي كده من التتبيلة اللي احنا عملناها وصبعنا بيها الكفتة، وتدهنيها كده، وتفضلي تقلبي بقى من جنب لجنب لحد ما تستوي معاكي. ما بتاخدش 5 7 دقايق بالكتير قوي، بتكون الكفتة بتاعتك خلصانة وفي وقت قليل جدا. اللهم بارك. زي ما احنا شايفين عملنا الكفتة بتاعتنا بمنتهى السرعة. هنخرجها بقى زي ما احنا شايفين بمنتهى السرعة. جميلة جدا، لونها حلو. لو حابة بقى تزودي الحركات بقى والتكات بتاعتك، ممكن كمان تجيبي
قطعة فحم كده تولعيها طول ما انتي بتشوي الكفتة، هتسخن معاكي جدا، وتضيفيها بقى في قطعة فويل كده في الجريل وتقفلي عليها مع نقطة زيت، هتدي معاكي التدخينة الحلوة للكفتة، وهتبقى معاكي كفتة مدخنة وطعمها خطير وجوسي ومتماسكة زي ما احنا شايفين، ولونها كمان ذهبي كده وشكلها يفتح النفس. بهاراتها مظبوطة 100%، وكمان طعمها مميز جدا. فول الصويا مش مؤثر فيها، بالعكس مديلها طعامة، لان فول الصويا من الحاجات اللي بتزود القيمة الغذائية للحوم، لان هو نفس البروتين بس ده بروتين نباتي. خرجتها كده على عيش وعلى بقدونس، اللهم بارك. شايفين لونها معايا يفتح النفس ازاي. قدمتها بقى جنب سلطة الطحينة وكمان البصل والسماق كده، وكانت خطيرة جدا. جربوها تعجبكم، ولايك وشير.